هذا الرجل الذي أنقذ حياة والدتي قبل 10 سنوات. ده رجل الأعمال حسين سجواني صاحب مجموعة دماغ، وقبل 10 سنين من كلمته دي والدته جات لها سكتة قلبية وسافر بيها العالم كله من أجل العلاج، ولكن بدون أي أمل، لحد ما بالصدفة لقى الدكتور المصري مجدي يعقوب وأجرى العمليات اللازمة اللي كانت نسبة نجاحها الطبيعية 10%، لكن بفضل الله ثم الدكتور مجدي يعقوب انتهت العملية بنجاح 100%. وفي صناع الأمل قبل 4 سنين قرر الدكتور مجدي يعقوب يعمل مستشفى خيري لجراحة القلب، ومن بعدها انهالت عليه التبرعات من كل الحدود، واللي كان على رأسهم رجل الأعمال حسين سجواني، واللي اتبرع وقتها ب3 مليون درهم إماراتي. وفي نفس اليوم دوت وصلت التبرعات لأكتر من 44 مليون درهم إماراتي، لحد ما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنه جمع